ترجع عشان واحد، دي معجزة. لو فكرت فيها بس ثواني، لو حد دعا ربنا وربنا استجاب دعوته، فلو العالم كله هيقف ضد أمر ربنا هيتنفذ. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. واحد قاصد بيت ربنا وبينه وبين ربنا عمار. الحاج عامر يحصل معاه حوار في جواز سفره، ولحد ما حلوا الموضوع الحمد لله. الحاج عامر راح المطار عشان يسافر الحج، لكن في وسط إجراءات المطار لا عنده مشكلة أمنية تخص اسمه. هنا الأمن قالوله هنحاول نحلها لك، لكن محتاج تستنى وقت شوية. وباقي الحجاج خلصوا إجراءاتهم وركبوا الطيارة والباب اتقفل. وبعد ما المشكلة اتحلت للأسف الطيار رفض يفتح له ومشي من غيره بالفعل. ضابط الأمن الموجود في المطار قال له الله غالب ما اتقسم لك الحج. ومع ذلك عامر رفض يمشي من المطار، وفجأة جالهم بلاغ إن الطيارة فيها عطل ورجع تاني. رجعت الطيارة واتعمل لها صيانة، وبرضه الطيار رفض يفتح الباب. والضابط قال له مش مكتوب لك يا حاج عامر؟ بكل يقين رد عليه بيقول له النية حج وإن شاء الله هروح. الطيارة اتحركت تاني، وبعد شوية جه بلاغ تاني إن حصل فيها عطل ورجعت برضه. وساعتها الطيار قال له مش هطير إلا لما حاج عامر يركب. عامر عمل فيديو من مطار السعودية وهو كان مبسوط جدا، لكن ربنا كتب له إنه يكون في الحج. ربنا قادر على كل شيء.